محتاره تعملي غدا ايه النهارده وفي نفس الوقت يومك مضغوط ما بين المدارس والدروس وعايزه تحضري اكل سريع يعجب ولادك بطريقه سهله وبسيطه وكمان ما تقفيش في المطبخ كتير. النهارده وصفتنا سهله وبسيطه وهتعجب ولادنا. هنعمل مع بعض غدا سريع بطريقه سهله من غير افتكاسات كتير. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. اول حاجه انا هستخدم كيلو بصل حسب كميه الفراخ بتاعتي، وانتي كمان استخدمي كميه البصل المناسبه لكميه الفراخ اللي انت هتستخدميها. انا هنا هقطع البصل جوليان، ممكن تقطعيه جوليان او مكعبات او تضربيه في الكبه، الاسهل ليكي ما تصعبيش حاجه على نفسك. خلص بقى كل كميه البصل بتاعتي. كمان معايا قرن فلفل سبايسي او بارد حسب ما انت عايزه. وكمان هقطع حبايتين طماطم. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسمر، ملح، بهارات فراخ، شويه من السبع بهارات، لوري، حبهان. هدعك بقى كويس قوي التوابل دي مع البصل والطماطم لما احس كده اللي هي بدات تنزل الميه بتاعتها. هجيب بقى كميه الفراخ اللي انا هستخدمها بعد ما غسلتها كويس قوي وحطيتها في المحلول بتاع نص ساعه، وبعد كده غسلتها وشطفتها وسبتها في المصفى جنبي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن، هنزل بشويه من التتبيله دي كده في قاع الصينيه، واحاول بصوابعي كده اشيل الجلد بتاع الفراخ، وانزل بالتتبيله برده بتاعتي تحت الجلد، بتدي طعم حلو قوي. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي، وحاولي تسيبي الفراخ في التتبيله اقل حاجه من نص ساعه لساعه. كل ما بتسيبيها في التتبيله كل ما بتشرب من التتبيله بتاعتها كده وتخلي الفراخ في حته تانية خالص. انا بقى شويه التتبيله الاخر دول هدعكم برضو دعكه حلوه قوي، وهحاول بقى ان انا ارصهم كده فوق الفراخ وهسيبهم كده في التتبيله من نص ساعه لساعه. الخطوه برضو دي مهمه. هجيب معلقه سمنه فلاحي او اي نوع سمنه عندك، ما تصعبيش الدنيا على نفسك، وهحاول برضو ان انا اوزعها في الصينيه، ومعلقتين زيت بتدي لمعه حلوه قوي للفراخ. انا هنا هبدا اشغل الفرن علشان ادخل صينيه الفراخ. هجيب بقى ورق زبده وبعد كده ورق الومنيوم، وهقفل الصينيه بتاعتي حلوه قوي وادخلها الفرن شغال مسبقا على درجه حراره 200. بتاخد لها حسب حجم الفراخ بتاعتك، مش هقولك نص ساعه ولا ساعه، حسب حجم الفراخ بتاعك. هتفتحي عليها ورق الفويل بعد نص ساعه، لو الفراخ بتاعتك استوت هتشيلي الورق الفويل وتسيبيها تاخد وش كده تحت الشوايه لمده 5 دقايق. اول ما تاخد معاكي اللون القمر ده هتطفي البوتاجاز. وممكن لو لقيتي الفراخ ما استوتش كويس ممكن تضيفي عليها كوبايه ميه سخنه. انا كده الفراخ بتاعتي استوت، وشويه الصوص اللي نازلين منهم دول طعمهم رهيب وريحتها خطيره، والفراخ دايبه ومشويه بطريقه سهله وبسيطه من غير وقفه كتير في المطبخ، من غير مواعين كتير. صينيه ودخلتيها الفرن كده انت عملتي اسرع غدا من غير افتكاسات كتير وطريقه سهله وبسيطه. وكمان انا حبيت ان انا اقدم معاه رز بسمتي. انت ممكن تقدمي معاه رز بسمتي او رز مصري او مكرونه حسب ما انت بتحبي وحسب ما ولادك بيحبوا. بصي الفراخ دايبه ولونها تحفه وطعمها كان خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ويا ريت كمان تكتبي لي في الكومنتات عملتي ايه غدا النهارده عشان كلنا ناخد افكار من بعض. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.